وسيري يا غلامور، ما عندي ما نقول، راكي 5 والله العظيم ما عندي ما نقول. برافو عليك. ها علاش اخوتي الترك خرج؟ ايوا دخلوا تسمعوا هاد العجب والعجائب واللي غادي تسمعوا من الفيديو من الاول حتى الاخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بجميع المتابعين الكرام داخل وخارج ارض الوطن. نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. احبابي ما تنسوش اللايك، خليوا لي التعليق وسمعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. انا مهم اخوتي الترك كما كنقولوا وصلوا الصهد واللي عنده علاقه مع قبيبو، واللي كنا كنسمعوا انه مره مخاصم معاه، هكا هو السبب ديال المشاكل وديال الطلاق. هو اللي قال الدنيا صافي ما عندك ما ديري به، واحد قمار وطامع فيك، صافي سوسي الزبل حاشاكم. دابا سكينه اختي بارك الله فيك وما عندي ما نقول. قالت لهم هذاك اللايف اللي خرج به بعدا ترك البارح وكيهضر وكيقول بان دنيا قريبا غادي تخرج و12 يوم اللي بقات ليها، وعندي ناس يعطوني الخبار من المحكمه تمراكش. عراش نقول لكم، غلامور فضحات المستور وقالت هذاك الشيء كله كذوب، لان لقيت اللي فاش قلت لكم فيديو ديال قبيله رجوه السهلي ان عندها مشاكل مع قبيبو، نشر لها شي صور وفضحها. هو قال لك عنده علاقه في هذا الحساب ديال ناهد، لانهم كانوا معونين باش يبقاو ينصبوا على عباد الله وعلى بعض شي مشاهير اللي منهم لطيفه رأفت وكذلك ابتسام تيسكات. ما كاين كما كنقولوا الحيحه صافي. خذ تصاورهم وعاود نشرهم، لان لطيفه رأفت راه مازال باقي ما تشدات ليهم الشبكه، راه عيات ما تهضر وكتقول حسبي الله ونعم الوكيل، هاد الناس اش نبغاو عندي. وكذلك ابتسام تيسكات اللي عارفين احنا داخله سوق راسها. المهم هاد الناس هادو اللي نشؤوا هاد الحساب الغرض ديالهم وهو انهم ينصبوا على عباد الله. كان شي مشكل بينه هذاك الولي ديال قبيبو وكذلك ديال الترك، وقع بيناتهم واحد المشادات. قالت لك واحد المبلغ اللي كان دير واحد النصب، وقالت لك قريبا غادي تسمعوا المفاجاه من عند قبيبو، لان غادي يفضح حتى هو كذلك الترك. ولكن هي ملي سولوها الناس شكون اللي كيقول لك هذا الكلام، قالت لي ما ودي السيده اللي كتعيش عند الدنيا باطمه في الدار ديالها هي اللي كتجيب لي الاخبار، وهاد السيده ما بقاتش خدامه عندهم. فهمتوا اخوتي؟ هي اللي قالك جابت لهم هاد الاخبار. شكون هي السيده؟ قالت لك من هنا لقدام غادي تعرفوا الحقيقه كامله، لان هاد الحساب هذا بعد هاد ناهيد مون بيبي اللي حنا دابا كنشوفوه وكينشر شي مسائل اللي هي خطيره، لان هذيك الرجوه السهلي اللي كانت ودي الحديثه السير بسبب هاد الشيء، بهاد الصور اللي كانوا تنشروا ليها. وكذلك العرق اللي قالت لك راه حنا شفنا اخوتي، حطيت لكم المقطع كيفاش كتهضر، قالت لكم رانا العرق ديال راسي بغى يطرطق بسبب هاد الشيء، هاد الحساب اللي دابا تنشر وكيشوهوني. واخا انا دابا راه تزوج ودرت وليداتي، هاد الناس اشنو بغاو عندي؟ بسبب قالت لك الختانه، دارت الختانه لولدها عرضت على لطيفه وكذلك ولد الشينوي. علاش ما عيطيشينا؟ ما كاين غير الانتقام، ما كيحملوها ما كيقبلوها. بغيت نعرف هاد الناس هادو اش يكونوا في ملك الله. الحمد لله حنا كنعرفوا المخزن عندنا في البلاد ما كيظلم حتى حد، وكنا عارفين بان دنيا هذاك الحساب ديال حمزه موبيبي، يعني داك الملف اللي كان في المحكمه تمركش ومشى داز نيشان للرباط مده ديال 4 سنوات، وكانوا كيحققوا فيه. وفي الاخير أدانا وهاد السيدة بأنها مدانة وعندها علاقة بهذا الحساب حمزة مون بيبي. وكانت ذكراتها كذلك حتى غلامور راه دارت اللايف وكانت قالت لك حنا كاملين حنا 4 الخانزات. حاشاكم، هذا هو الكلام اللي قالت لك حنا 4 الخانزات اللي ما كانش فينا النقطة ديال الدرة ديال الشفقة في عباد الله، لا كنا خايبين. واعترفت هكا غلامور، اعترفت فمها. وبرافو عليك غلامور، لانها عجبتني مهما انها خرجت بهذا الكلام وبدات كتعترف. قالت انا نعترف لي ليها صافي، اللي دار شي حاجه غادي يخلص. ودابا في عاوتاني ملي خرجت وقالت هذا الكلام فبرافو ليك، وكنشكرك اختي من هذا المنبر،
لان داكشي علاش كنقول هاد الترك خارج وكيكوي وكيبخ. وشحال هذا الناس كيقولوا بانه ما بقاش كيتكلم على قبيب، واخا كيتكلم عليه على بناته هذا، ولكن في نفس الوقت كيبرد، كيقول لي غادي ندير وغادي ندير شكايه وطوطا الى اخره. علاش؟ غير الناس باش يتعاطفوا معاه في تيك توك يصيفطوا ليه، خلاو قالك شي بركه اللي يفرحوني بالبركه ودا يضحك. انا خوتي هذاك الترك والله ما كيدوزو ليا البواب، لانني شامه فيه كما كنقولوا ريحه الشياط وقوالبي ورهباني وفيه الكذوب وما نثيقش فيه نهائيا. هادو راه عصابه خطيره، هذا خوتي عصابه خطيره. الا كانوا هاد الناس بالفعل مشاركين كاملين في هاد الشيء. وسولات السيده قالت لها كيفاش هو اللي فاتح هاد الحساب وهاد الحساب يلا تحل. حتى هي شرحات قالت لهم هاد الحساب راه من شحال هذا هو مفتوح، غير ما كانوش كينشروا فيه. زعما مازال ما لقاو كما كنقولوا الهمزه اللي غادي يطيحوا فيها شي فنان بوكو العاقه. دابا هاهما لقاو لطيفه اللي لطيفه مبغاوش يتنازلوا منها، وكذلك تيسكات اش بغاو عندها التيسكات شو السم والحقد. بسبب كانت خرجات في واحد ستوري وقالت بانني بغات تمشي الامارات وما غتكون عندها شي فيلا تما وغدير شي مشاريع ديالها وسيرو السيده خدامه على راسها، ما كتجبد حد، ما كتظلم حد. الغيره كما كنقول اخوتي، الغيره كتقتل. وهاد الناس هادو راه مرض. هاد الناس اخوتي خصهم يتحاسبوا، لان هادشي بزاف. هادشي راه ما خصوش يتسكت عليه نهائيا. كنقولها وكنعاود نقولها، وحسبي الله ونعم الوكيل. المهم احبابي نخليكم هنا الى فيديو الجاي، وخليو لي التعليق وقولوا لي ما راي ديالكم في هادشي اللي كنسمعوا اللي ما خصناش حنا نسكتوا عليه ابدا. مع السلامه احبابي، الى فيديو الجاي ان شاء الله.